السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم كده من المقبولين في الكليات العسكرية شرطة وحربية بإذن الله. ويا رب كل نفس في حاجة حقيقة إن شاء الله. طبعا أنا أول حاجة بعتذر إن أنا بتأخر عليكم في تنزيل الفيديوهات، بس والله بيكون غصب عني. أنا يا دوبك بنزل باجي من الشغل تعبان، تمام، بصحى الساعة 6 وبروح الساعة 7. فلو لحقت إن أنا أصور فيديو تمام، ما لحقتش خلاص. ماشي. فأول حاجة اشترك في القناة يا حبيب أخوك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو. عايزين نوصل 100 لايك بقى يا جماعة عشان نوصل لناس كتير. ماشي يا رجالة. الموضوع بتاع النهاردة هتكلم فيه عن الكشف الطبي وعيادات الكشف الطبي، وأهم العيادات الخاصة بالكشف الطبي، سواء حربية أو شرطة. سواء حربية أو شرطة. ماشي يا رجالة. دي حاجة. الحاجة التانية، الفيديوهات اللي جاية هتكلم عن كل عيادة فيديو مختص بحالها. يعني هتكلم عن أهم عيادات في الكشف الطبي. كل عيادة مهمة هتكلم عليها في الفيديو لوحديها، بحيث طبعا تخلي بالك من كل حاجة فيها. ماشي يا رجالة. أما أنا دلوقتي هتكلم عن تفاصيل الكشف الطبي الخاص بشرطة وحربية، تمام، وعيادات الكشف الطبي. وهتكلم طبعا نبذة مختصرة عن كل عيادة، وأقول لك إيه اللي بيحصل معاك في العيادة دي. يعني مثلا عيادة الجلدية، إيه اللي بيطلعك من عيادة الجلدية؟ عيادة العظام، إيه اللي بيطلعك من عيادة العظام؟ تمام يا رجالة. عيادة النظر، عيادة النفسية، ده كله أنا هشرحه لكم دلوقتي يا رجالة. ماشي. طيب، أول حاجة أنت معاك كام عيادة؟ تعالوا نحسبهم مع بعضينا. تعالوا نحسبهم مع بعضينا. أول حاجة في حاجة اسمها التحاليل، ودي مش عيادة، بس طبعا التحاليل دي مهمة جدا. طب التحاليل دي عبارة عن إيه؟ دي تحليل فيروس. في عندك لا قدر الله أي فيروس، تحليل مخدرات، الحاجات دي كلها، ده كله بيأثر معاك. تمام، أنا بتأكد إن المايك شغال، أهم حاجة. ده كله بيأثر معاك، بيأثر عليك أنت، تمام. طيب، ندخل بقى على العيادات من أكثر أهمية لأقل في الأهمية. أول عيادة مهمة جدا العظام. العظام دي أول عيادة. تاني عيادة الجلدية. تمام. تالت عيادة النفسية. قبل ما اكمل باقي العيادات، انا هشرح لك العظام وايه اهم حاجه فيها. تمام يا رجاله. طيب، العظام بيركز عليه الدكتور. بيركز على ايه؟ اول حاجه التقوس. تاني حاجه الفلات فوت. تالت حاجه انحناء العمود الفقري. تالت حاجه تراكب الركبتين. خامس حاجه او رابع حاجه اللي هي ايه؟ عدم توازن الكتفين. ماشي يا رجاله. ده اللي بيأثر عليك في عياده العظام. طبعا قلت لكم ان عياده العظام هشرحها في فيديو لحالها لان عياده مهمه جدا. طيب، الحاجة التانية عيادة الجلدية. عيادة الجلدية يا جماعة طبعا كلكم عارفين إن هي عيادة رخمة. طب عيادة الجلدية بيأثر عليك إيه؟ حب شباب، الندبات، لو عندك أي ندبة اللي هي غرز، تمام، عندك أي وحمة، ده بيأثر عليك في عيادة الجلدية. تمام. عندك أي مرض معدي زي التينيا، تمام، الحاجات دي طبعا بتأثر عليك. ماشي يا رجالة. دي تاني عيادة. تالت عيادة واللي هي مهمة جدا، عيادة الرمد. طيب، الرمد الدكتور بيأثر بيركز على إيه؟ سوري، الدكتور بيركز على إيه؟ بص يا حبيبي، اكتر حاجه بيركز عليها الدكتور طبعا النظر بتاعك، سواء شرطه او حربيه. النظر بتاعك لازم يكون 6/6. طيب، ده لو انت ثانويه عامه، او مش لازم، يعني هو مش لازم 6/6، بس اهم حاجه تشوف الدواير. كشف الدوائر ده اهم حاجه تشوفه. لما تحط ايدك على عينك كده، المسافه 6 متر، لازم تشوف الدايره اللي قدامك، تمام. دي اول حاجه. الحاجه التانيه، لو انت متخصصين، ليك كشف بنضاره، تكشف بنضاره ولها شروط معينه، ودي هنتكلم عليها في الفيديو الحالة عيادة الرمد. أول عيادة العظام، تاني عيادة الجلدية، تالت عيادة الرمد. رابع عيادة اللي هي مهمة جدا وهي عيادة النفسية. طيب، عيادة النفسية دي عبارة عن إيه؟ بص يا حبيبي، عيادة النفسية دي عبارة عن اللدغات. لو عندك أي لدغة في أي حرف فهي بتأثر عليك. طيب. اللدغات دي في حرف إيه مثلا؟ أكتر الحروف بيجي فيها لدغات حرف الراء والسين، وهو هناك مش هيسألك غير في حرف الراء وحرف السين. يعني مثلا أقول لك قول بسبوسة، فأنت لازم تقول بسبوسة. قول جرجير، لازم تقول جرجير. عندك لدغة في أي حاجة فيهم، يعني لو لدغة كبيرة هتأثر عليك طبعا. يعني لو قلت جيجير هيأثر، لو قلت بسبوسة هيأثر. طبعا كلكم عارفين الحاجات دي، يعني مش محتاج إن أنا أقول لكم عليها. تمام. طبعا الحالات النفسية هتكلم عليها في فيديو لحالها برضو، وأقول لك إزاي تعالج الحاجات دي. تمام يا رجالة. طيب، أنا كده اتكلمت عن العظام، واتكلمت عن الجلدية، واتكلمت عن الرمد، واتكلمت عن النفسية. خامس عيادة عيادة الجراحة. تمام. عيادة الجراحة أنا هشرح لكم دلوقتي، مش محتاج إن أنا أشرحها لكم في فيديو وحديها، عيادة صغيرة وسهلة. عيادة الجراحة بيأثر عليك فيها إيه؟ بيشوف بيشوف عندك أي عمليات. تمام. لو عندك أنت في حاجة اسمها ناسور لو موجود عندك، لو أنت عامل عملية البواسير، تمام، الحاجات دي، لو عندك فتاء، تمام، الحاجات دي كله بيأثر عليك. تمام.
الحاجات دي هي اللي بتأثر عليك في عيادة الجراحة. ماشي يا رجالة. طيب لو في أي حاجة بخصوص العيادة دي ومحرج تكتبها في الكومنتات، أنا كده كده سايب الرقم بتاعي بتاع الواتس، كلمني على الواتس على طول، مفيش أي مشكلة. ماشي. طيب كده اتكلمت عن أنا براجع معاكم أول بأول عشان منساش: العظام، الجلدية، الرمد، النفسية، الجراحة. هتكلم معاكم عن عيادة الأنف والأذن والحنجرة. أنف، أذن، حنجرة. أنف وأذن وحنجرة دي أهم حاجة قبل ما تروح الكشف بتاعك، لازم تكون منظف ودانك. تمام، لازم تكون منظف ودانك. طيب يعني دي مش هتكلم عليها في فيديو وحديها، أنا هشرح لك دلوقتي العيادة. طيب يعني بمعنى أصح تروح لأي دكتور جلدية، سوري، أي دكتور أنف وأذن وحنجرة، تقول محتاج أنضف وداني وخلاص، عشان رايح كشف كلية الشرطة بس أو كلية حربية. ماشي يا رجالة. وبالتالي هو هينضفهم لك ومفيش أي حاجة. طيب بالنسبة للأنف، الأنف لو عندك أنت جيوب أنفية تلحق تعالجها، لو عندك جيوب أنفية لازم تعالجها. تمام يا رجالة. طيب في عيادات تاني بعد كده. احنا بحاول ان انا اجمع معاكم اوضاع لان انا مش محضر العيادات بالظبط يعني، ولكن هم دول يعتبر اهم العيادات اللي انت هتمر بيهم في الكشف الطبي. تمام. هم دول بس العيادات اللي انت هتمر بيهم في الكشف الطبي الخاص بكلية الشرطة والكلية الحربية. ماشي يا رجالة. طيب عندك انت ايه اللي هيحصل معاك في الكشف الطبي؟ طبعا كلكم عارفين انكم انت تدخلوا من البوابه بتاعتكم عادي، من بوابه كليه الشرطه او الكليه الحربيه. تمام. وهتلاقي ضابط بيوديك مكان معين خاص بالكشف الطبي. ماشي. ايه الحاجات اللي هتاخدها معاك في اول يوم سحب الملف في كليه الشرطه او كليه حربيه في يوم كشف الطبي؟ تمام. سوري، انا ما اتكلمت قلت اول يوم سحب الملف، لا سوري، في اول يوم في الكشف الطبي بتاعك انت. ماشي يا رجاله. هتاخد معاك سليب 7، سليب 7 او بوكسر لونه ابيض، اي حاجه فيهم. ماشي يا رجالة. وهتدخل بقى كلية الشرطة أو الكلية الحربية، وطبعا هيدخلوك حمامات أو غرفة، كل واحد معاه كيس بتاعه. تاخد معاك شنطة فيها ملابس بتاعتك أهم حاجة، وتاخد معاك شنطة فيها الشرب، اشرب مية زيادة واشرب عصير عشان التحاليل بتاعتك طبعا لازم تخلي بالك منها. وهتكلم في فيديو لحاله برضو عن تفاصيل أول تفاصيل الكشف الطبي الخاص بكلية الشرطة، وهي أهم النصائح للكشف الطبي الخاص بكلية الشرطة. تمام. وبرضو هتكلم فيه عن الحاجات اللي هتاخدها معاك في الكشف الطبي لكلية الشرطة. ماشي يا رجالة. كده أنا اتكلمت معاكم عن الكشف الطبي الخاص بكلية الشرطة والكلية الحربية. تمام. واتكلمت عن أهم العيادات اللي هتمر بيها في الكلية الحربية وكلية الشرطة. واتكلمت برضو عن عيادة العظام وعيادة الجلدية والجراحة وأنف وأذن وحنجرة والنفسية. تمام. وهتكلم بس في فيديوهات وحديها كده، انتوا ليكم عندي 4 فيديوهات أو 5 فيديوهات خاصة بالكشف الطبي. أول حاجة أهم نصائح للكشف الطبي. الحاجة التانية عندك انت اللي هتكلم فيها عن عيادة العظام وعيادة الجلدية وعيادة النفسية وعيادة الرمد. ماشي يا رجالة. هتكلم فيهم كل فيديو لحاله بإذن الله. ماشي يا رجالة. طبعا انتوا معاكم الرقم الواتس بتاعي، عندك أي سؤال، عندك أي استفسار ومحب تكلمني في كومنتس، ادخل كلمني على الواتس على طول من غير أي إحراج. ماشي يا رجالة. تحياتي ليكم، أخوكم طارق البدري.